بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه أما بعد فإن من نعم الله تعالى على خلقه أن بحث فيهم رسلا ليبلغوا رسالاته وأيدهم بمعجزات منه كما اختار من بعد الرسل أولياء مجددين ونصرهم بكرامات من عنده وقد اختار شيخنا أحمد الخديم مجددا لدينه فامتحنه قبل أن يمنحه المقامات الرفيعة وأيده بكرامات لا تعد ولا تحصى ومن أبرز تلك الكرامات كرامة الصلاة على البحر وهي كرامة عجيبة رواها خير واحد من مريديه الصادقين الشيخات مثل الشيخ مولاي بوسو ابن الشيخ مبكي بوسو الذي قال في قصيدة يمده بها الشيخ وفي اليم صلى الحسرة يجري بجلده مع الفلك يبدو راكعا غير ساجد وحاس الحدث كرامة جليلة اختص الله بها شيخنا الخديم قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومما قاله الشيخ ذلك فضل الله يختص به من يشاء وكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع كما في قصة سيدتنا مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا محرابا وجد عندها رزقا إذ كانت يأتيها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف وحاسا من الكرامة وكما في قصة أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وفي الحديث الشريف إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري ومسلم وحياة شيخنا أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه مليئة بالكرامات الحجيبة وحاس الحدث واحد منها وفي ذكرى هذا الحدث التاريخي العظيم ينبغي أن نقف على بحر الدروس والوحي التي نستخلصها منها وأهمها أولا الإيمان بالله والتوكل عليه كان الشيخ رضي الله تعالى عنه مضرب المثل في الإيمان بالله والتوكل عليه في جميع مواقفه فلم يتردد لحظة في إظهار هذا الإيمان وكان يوجه مريديه إلى صدق الإيمان إذ يقول بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باخ قماحا في قصيدته وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما كان مثالا في التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وصدق هذا التوكل ساهر في واقع الصلاة على البحر وعلينا نحن محسر المريدين أن نسعى دائما إلى تقوية إيماننا بالله وتوكلنا عليه وأن نجسد هذا الإيمان والتوكل في حياتنا اليومية
ثانيا الحرص على أداء الصلاة وسائر الطاعات في أوقاتها. من أحسن كرامات الشيخ رضي الله تعالى عنه ملازمة الطاعات وتحمل المشقات الشديدة في العبادة والاستقامة على الصراط المستقيم. كما يقول قد أخبروا بأن الاستقامة نهاية الصلاح والكرامة. وعين نخلد ذكرى صلاته على البحر يجب أن نستحضر هذا الحرص على امتثال أوامر الله تعالى دون تردد لكي نزداد تمسكا بالطاعة في جميع الأوقات والظروف. فلا ينبغي لسواقل الدنيا أن تصرفنا عن طاعة ربنا. يقول الشيخ رضي الله عنه عن الصلاة من سخلته الصلاة عن الأشياء انتفع بالصلاة وبالأشياء، ومن سخلته الأشياء عن الصلاة لم ينتفع بالصلاة ولا بالأشياء. ولذلك نذكركم بضرورة الاستفادة من هذه المناسبة واستخلاص دروسها لتجديد إيماننا وإرادتنا، ولنكون قدوة في صدق الإيمان وقوة الإرادة وحسن الاستقامة والخلق. وهذا ما كان الشيخ يدعونا إليه وما يشكرنا به سماعة الخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى في جميع المناسبات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بإحياء هذه الذكرى ويهدينا إلى صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. bismillah kon ñu teewlu imam